السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد مع جديد المنتخب الوطني المغربي قبل مباراة الغد ضد منتخب تنزانيا. وما قاله الناخب الوطني وليد الركراكي في الندوة الصحفية قبل مباراة الغد. شنو هي التشكيلة المتوقعة لي يمكن يدخل بها غدا إن شاء الله الناخب الوطني وليد الركراكي؟ قبل ما نوضح هذا الموضوع هذا، ما تنساوناش بعض اللايك كومنتار والاشتراك في القناه اللي ما درتيهاش، ومتابعه الصفحه اخويا الا كنت في الفيسبوك. ويلا نبدا. والبدايه غتكون مع الناخب الوطني وليد الركراكي الذي قال في ندوته الصحفيه أن مباراة الغد لن تكون سهلة، وأول محطات في تصفيات كأس العالم غتكون مع المواجهة ضد المنتخب التنزاني، وهدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية في مجمل التصفيات والمواصلة على نفس المنوال لإنهاء هذه المرحلة في الصدارة المجموعة. وأن نفوز غدا لا يعني أننا سنذهب إلى المونديال، والعكس صحيح. أما التشكيلة المتوقعة للناخب الوطني وليد الركراكي: في حراسة المرمى تواجد العنكبوت ياسين بونو، على اليمين أشرف حكيمي، على اليسار الناصر مزراوي. في قلبي الدفاع تواجد الكابيتان رومان سايت والمطرقة ويستام نايف أجر. وأما في خط الوسط الميدان تواجد سفيان أمرابط كارتكاز، واللاعب بلال خنوس كثمانية، وأمين حارث كعشرة. أما في خط الهجوم تواجد الساحر حكيم زياش كجناح أيمن، والمميز أمين عدلي كجناح أيسر. أما في قلب الهجوم تواجد اللاعب يوسف نصيري صاحب الرأسية الخرافية ضد المنتخب البرتغال التي لن ينسى الجمهور المغربي والعربي بصفة عامة. من هنا نقول لكم وصلنا للختام. كان معكم خالد، في أمان الله، مع السلامة.